وصفة فراخ جديدة وتنفع مع كل العزومات. الأول بجيب عندي صينية بنزل بيها معلقتين من الزيت، بصلاية كبيرة متقطعة جوانح، توم مفروم 3 4 فصوص كده من التوم، على رشة من الملح ورشة من الفلفل، وبشوحهم مع بعض كده مع فلفل أخضر، ممكن تحطوا فلفل حامي. وبجيب عندي وراك، أنا مستخدمة هنا وراك، ممكن تستخدموا فراخ كاملة. وبحط برصهم بقى كده وبحط عليهم ملح وفلفل، وبخليهم على كل جنب 4 أو 5 دقايق ياخد الفراخ بس تاخد لون. بعد كده بنشيلها وبكون محضرة طماطم، 2 طماطم كده صغيرين متقطعين وسط، وبنزل بيهم في قلب الصوص الحلو ده، وبقلبهم كده تقليبة لمدة دقيقة أو دقيقتين. بس الطماطم تدبل، بنزل عليها بكوباية صغيرة، علبة صغيرة من الزبادي، وبشوحها في قلب الصوص الحلو ده، وبسيبها كده على النار من دقيقة أو دقيقتين مع عصرة ليمونة، وبسيبهم كده على النار زي ما قلت لكم دقيقة دقيقتين كده. وبرجع أجيب عندي الفراخ اللي أنا نشلتها وبرصها تاني في قلب الصينية، وبكون محضرة الفرن على درجة حرارة 240، بحطها في الرف اللي في النص، وبحط عليها كده بعد ما بخلصها برصها كده حوالي نص كوباية من المية المغلية، وبدخلها الفرن بالظبط ساعة ساعة وربع، تطلع بالشكل التحفة ده. بنقدمها مع رز أبيض ورز بشعرية. لو الوصفة بقى عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناة.